تخيل كده معايا عزيزي ان نادي الزمالك النهارده بيلعب فريق اسمه بلاك بولز، وتلاقي نادي الزمالك اللي هو ولا بيلعب منتخب موزمبيق ولا هي اصلا دولة موزمبيق دولة منتجة للاعبين ومصدرة لأوروبا للاعبين. وتلاقي الكرة عندنا وصلت لحالة من الإفلاس. الموضوع مش أهلي وزمالك والله أبدا. تلاقي فرقة لا تاريخ لا شعبية لا كدولة، مثلا دولة كرويا عالية ومصنفة أفريقيا أو عالميا أو حتى في المحيط اللي هي فيه. دولة موزمبيق لو جيت تقارنها بدولة مصر كدولة كتعداد وككورة وكتاريخ، لا مصر متفوقة كتير جدا. تيجي تبص على التاريخ ما تلاقيش أي حاجة لموزمبيق. تيجي تبص على الماتش تلاقي الفرقة بتلعب عليك كورة هي أبسط أساسيات الكورة. تلاقي فرقة بلاك بولز دي ولا هي مثلا انيمبا ولا هي اسك ولا هي القطن الكاميروني ولا الهلال السوداني ولا الكلام ده كله. انت بتلاقي نفسك بتلعب مع فرقة هي بتطلع بالكورة بكل سلاسة، كمية تحركات في الملعب مع فرق الامكانيات. بعيدا عن نتيجة، انا بكلمكش على نتيجة، انا بكلمك على اداء في الملعب. تيجي تبص على الاداء في الملعب تحس ان الايه اتعكست. احنا فين؟ احنا وصلنا لحد فين في المحسوبية؟ وصلنا لحد فين في الكوسة اللي ما بقاش ليها حدود، اللي وصلت لدرجة ان انت بتلاقي لعيبة بتتنك وبتطلب فلوس ملايين، وهي في الاخر بقت زيها زي العمال، شغالين عمال في اي مهنة، شغالين محسوبين موظفين في اي مهنة. فين الاداء اللي بيأدوه عشان يطلبوا فلوس؟ الانتاجية مفيش. المحسوبية والكوسة ودتنا في داهية. تلاقي نص لعيبة الدوري المصري لعيبة ممكن كل 10-15 ماتش يعمل لك لقطة كويسة. يا جماعة في أساسيات للكورة، الناس دي بتعمل أساسيات. أتمنى إن مدرب بلاك بولز ده أشوفه في الدوري المصري، إنه فعلا مدرب كويس جدا بيعرف يلعب كورة. تشوف الفريق النهاردة حتى في التشتيت للحالات القصوى، انما اللعب كله على الارض، اللعب كله انا مدي اللعيبه بتاعتي الثقه، انا بخرج بالكوره رغم عن انف ضغط الزمالك او اي فريق كان هيلعبهم. حتى لو الاهلي كان بيلعب ليه فريق بتاسس صح. اتمنى اشوف المدرب ده في الدوري المصري، بدل ما احنا بنروح نجيب نفس الاستنباط فيريرا وباتشيكو والناس اللي هي استنباط ثابته، ما بتطورش في اداء اللاعبين ولا بتحاول توصل اساسيات للكره المصريه. بس اتمنى ما كنتش طولت عليكم. سلام.